يلا لازانيا بس على أصولها. منبلش بصوص البولينيز أو صوص اللحمة. أول إشي بقلاية عنا بنحط زيت زيتون مع بصل مفرومة ناعم، بنقلبهم مع الزيت شوي لحتى يدبلوا. بنحط عليهم كرفس وجزر وبنقلبهم، بنحط عليهم رشة سكر. بس يدبلوا عنا بنحط عليهم سنين تومة، بنضيف عليهم لحمة العجل المفروم الناعمة، بنقلبها مع الخضار لحتى يتغير لونها. بنضيف عليها ملح، فلفل أسود وبهار مشكل ومعلقة صغيرة بابريكا. بنقلبهم مع اللحمة منيح وبنضيف 6 معالق أو 8 معالق معجون بندورة. بنقلب البندورة مع اللحمة وبنحط عليهم عصير 4 بندورات. بنسبكهم منيح مع اللحمة وبنخليهم على نار واطية. بنرش عليها رشة سكر للبندورة. بنضيف مي مغلية عليها ومكعب مرق دجاج. بدنا ندوقها إذا كانت ناقصة إشي. أنا ضفت لها ملح، ضفت لها فلفل أسود وشوية بهار مشكل. بنحط عليها أوريجانو، بعدين بنغطيها من 45 دقيقة ل3 ساعات. هلا إذا كنت مستعجلة كتير مش أقل من 45 دقيقة بفضل، طبعا على نار واطية. طبعا لازم يكون فيها مي اللحمة لحتى تسوي معانا اللازانيا. بالنسبة لصوص البشاميل بنحط عنا زبدة، زيت قلي شوي. بنضيف تقريبا أنا حطيت هنا 5 معالق طحين كبيرة. لكل 5 معالق طحين بدنا نحط من 6 ل7 كاسات حليب. بنحط الطحين مع الزبدة، بنقلبه منيح لحتى تطلع ريحته شوي أو يتغير لونه شوي، وبنصير نضيف بالتدريج الحليب البارد على الطحين، وبنستمر بالتحريك حتى ما يتكتل معنا البشاميل. بنحط مكعب مرقة، فلفل أسود، رش صغير بهار مشكل، وجوزة الطيب اختياري. أنا بفضل أحط شوية قشطة مع البشاميل، وبنحط جبنة موزاريلا بيعطي طعم كتير زاكي. وما ننسى الملح طبعا. هيك بكون عنا كل الأشياء جاهزة. بنبلش نطبقها. بنحط طبقة بشاميل، فوقها حبات اللازانيا، بنحط من خلطة اللحمة، فوقها بشاميل، وفوقها جبنة موزاريلا، وهكذا لكل الطبقات لحتى نوصل للطبقة الأخيرة. بنحط قطع لازانيا وفوقهم بشاميل وجبنة. وبعد ما نخلص الطبقات بنحطها على الفرن على الطبقة الأخيرة، وبس عنا تتسبك وتصير تطلع زي بابلز. بنحط الشوكة فيها، بنتأكد إنها استوت. تقريبا بدها من 20 ل 30 دقيقة حسب حم الفرن عندكم، وبنحطها على التحمير بنحمرها، وهيك بتكون عنا جاهزة. طبعا حاولوا اتركوها نص ساعة تبرد عشان تقدروا تقطعوها وتطلعوها تسكبوها. وصحة وألف عافية.